أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوان الكرام، في هذا الخضم الذي تعيشه الأمة الإسلامية، فما علينا إلا أن نذكركم ونذكر أنفسنا بأحاديث صحيحة صريحة بين يدي الساعة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة التي لا تنطق عن الهوى، وهي صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث بين يدي الساعة، وأقول لكم الآن عدة أحاديث يا إخواني الكرام قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا ومنبئا ماذا يكون مصير أمته في آخر الزمان. قال في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم كثير، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله تبارك وتعالى من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يا إخواني الكرام كما قال العلماء وعلى رأسهم ابن كثير، هذا الحديث من عشرات الساعة. هذا الحديث يبين يا إخواني الكرام على أننا الآن في هذه اللحظة ينطبق علينا. ماذا يقول؟ دعوني أنبهكم ودعوني أفسر لكم ولو بالعامية، لأن الأهم من الجمعة يا إخواني الكرام ومن خطبة الجمعة هو الإنذار والتذكير والموعظة الحسنة. فلذلك وجب علينا أن نوصلها إلى أبنائنا وإلى جماعتنا، ولو أدى ذلك بنا إلى النزول عن درجة اللغة العربية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك، قريب، رجاء وعد الوقت تتنادى عليكم الأمم
من كل أفق يتنادون علينا يا إخواني الكرام من كل مكان. اليهود والنصارى وغيرهم من الملل يتنادون علينا من كل مكان، كما يتنادى الأكلة على قصعتها، كما أن الناس إذا جعلوا قصعة بينهم للأكل يتنادون من هنا ومن هناك: تعال يا فلان تأكل، وتعال يا فلان تأكل. فكذلك الكفرة تنادوا علينا: تعالوا تأخذوا من خيرات المسلمين، تعالوا لكي تذلوا المسلمين، تعالوا لكي تأخذوا ديارهم وأرضهم وأرزاقهم وتبعثروا دينهم، تعالوا وهلموا. فأجمعوا كيدهم ثم أتوا إلينا صفا. يا إخواني الكرام انتبهوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، احنا ذاك الوقت نكون قلال؟ قال: لا تكونون كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ما تكونوش قلال، تكونون كثيرا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تكونون مثل التخش تاع الواد، ما فيكم نفع، ما فيكم قوة، ما فيكم إيمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينطبق يا إخواني الكرام على حالنا الآن في هذه اللحظة. فنحن الآن كما يقول أهل الإحصاء، فنحن الآن مليار مسلم في جميع أنحاء العالم يا إخواني الكرام، ولكننا كما قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى أننا غثاء كغثاء السيل والعياذ بالله. الشكوى لله تبارك وتعالى. أصبحنا كالتخش تاع الواد، ما فينا حتى نفع يا إخواني الكرام. وقال رسولنا لما قال: تكونون غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. الله تبارك وتعالى ينزع من قلوب الأعداء المهابة من المسلمين، فيصبحوا لا يهابوننا ولا يجعلون لنا حسابا، بل يجعلوننا مثل الذباب ومثل البراغيث. ما يديروناش حساب يا إخواني الكرام، يجيبوا لنا الدواء تاع النمل ويقتلون به. لماذا؟ لنقول لك هذو ما همش بشر. وفعلا والله لا يجعلون لنا حسابا ولو صغيرة يا إخواني الكرام. هيئة الأمم هذه تاعهم الكافرة يا إخواني الكرام تجعل قوانين للضفادع وللكلاب وللقردة ولكل شيء يا إخواني الكرام، ولكن لا تجعل قانونا للمسلمين. فالمسلمون اقتلونهم أفراد وجماعات ولا أحد يدافع عنهم، لا دولة إسلامية تدافع عنهم ولا هيئة الأمم المتحدة تاعهم تدافع عنا. من يدافع عنا يا إخواني الكرام؟ يدافع عنا الله. إذن الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. فقد نمنا كثيرا ولقد تأخرنا كثيرا ولقد هربنا عن الله كثيرا. الرجعة كما قال ربنا تبارك وتعالى: أزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة. المصيبة وصلت، شكون يسلكها ربي، ما يسلكها لا صواريخ ولا معدات ولا دبابات ولا شيء، يسلكها ربي سبحانه بالقلوب المؤمنة التقية الناقية التي لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. ورحمة الله وبركاته. نريد أن نتمم ما تبقى من أسئلة الجمعة الماضية. هذا سؤال من امرأة تقول: لقد تزوج ابنها بغير رضاها، يعني حلفت بالله تعالى أن هذه البنت لا تدخل البيت، وفي الأخير غلبها في الرأي، وهي اليوم تسأل عن حكم الدين بالنسبة لما حلفت به. هذا المرأة هذه حلفت لولدها، قالت له هذا المرأة هذه ما تدخلش للدار، فهمنا؟ وفي الأخير غلبها في الرأي ودخلها لها للدار وتزوج بها. الله يجعل الزواج إن شاء الله مبارك. المهم الحكم نتاع المرأة هذه ما هو؟ الحمد لله الله تبارك وتعالى لم يجعلنا في ضيق من ديننا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حلف على شيء ثم رأى غيره أحسن منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كي تحلف على حاجة، فهمنا، وفي الأخير تشوف ذيك الحاجة ما خرجتش عليك،
تبغي تولي، واحد يقول لك لا راك حلفت ما توليش، انت حلفت باللي ما تدخلش دار خوك ولا ما تهضرش مع باباك، عيب، هذا حرام. طيب تقول انا درك بغيت نرجع، كيف؟ يقول لك الشرع ما دام القضيه هذه ترجع احسن لك من اللي ما ترجعش، ارجع وكفر على اليمين تاعك. والتكفير عن اليمين يا اخواني الكرام هو اما ان يطعم، اذا كان في يده ميسور، ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم. فهمنا كيف؟ يكسيهم يعني قالوا العلماء حتى اذا اشترى له عمامه او كساه، اشترى له سروال او كساه. فهمنا كيف؟ ما يشترط كما قال بعضهم من العمامة إلى الصباط، هذه هي الكسوة. ولكن قال بعض العلماء إذا اشترى له عمامة أو اشترى له عباءة أو سروالا فقد كساه. إذا كان ميسور يكسي 10 مساكين، ما استطاع شيء يوكلهم أو يكسوهم، ما استطاعش يصوم 3 أيام. هذه هي كفارة اليمين، فيها 3 مراحل، إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يصوم 3 أيام. هذا المرأة تشوف روحها إلى لقات روحها ميسورة، عندها المال لا بأس بها، ماذا بنا احنا باش توكل ولا تكسي، لأنك كي تصوم واش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، هي جالسة في بيتها راهي تصوم. بينما كي توكل ولا تكسي يعني المؤمنين يعني الضعفاء استفادوا. كيف باش تشوفوا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، يجعل الكفارات أولا فيها تخفيف للإنسان الذي وقع في شيء، ثانيا فيها تخفيف على الناس الذين يجاورونه من الفقراء والمساكين وغيرهم. هذا هو الحكم انتهى، والله تبارك وتعالى أعلم. ثاني دارت سؤال في ظهر الصفحة تقول أنا أخت مسلمة أحب الله تبارك وتعالى وأخشى عقابه، ولقد أخذت عهدا على نفسي بأن لا أدخل الحلاقة مدى العمر ما دامت حرام، وفي ذات يوم تمكن مني الشيطان وذهبت إليها، ولكن تحسرت تحسرا كبيرا وندمت أشد الندم، فماذا أفعل الآن؟ هذا المرأة هذه قالت أنا نخاف ربي ونخشى عقابه، والحمد لله أنا أقول لكم يعني بدت الاستجابة تكون بين النساء، وإن كان بلغني عن بعض الإخوة قال لي بعض النصارى مغضبوا عليك يا شيخ. فهمنا كيف؟ علاش؟ قال لك حرمت عليهم الحمام، حرمت عليهم الحلاقة، كذا صيرت عليهم، درت لهم. يا إخواني الكرام أنا اللي راني جالس أمامكم استغفر الله يا ربي، هل أنا راهب من الرهبان أحلل وأحرم؟ أنا أقول لكم من الآن فصاعدا والله الذي لا إله إلا هو، والمسألة لو ما يكونش فيها دليل بين من كتاب أو سنة أو عمل للسلف الصالح والله غير نقول لكم ما نفهمش. وقلت لكم أنا من زمان أنا لست عالما، وإنما أنا طالب علم نقل قوى العلماء، ونقول لكم قال. الآن جبت لكم الدليل تاع المرأة، وقلت لكم كيفاش تكفر على ذنوبها، قلت بكلامي كلام الرسول، اللي يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش مسلم. فهمنا كيف؟ المسلم هو الذي يذعن إلى قول الله تبارك وتعالى وإلى قول رسوله، بهذا يكون الإسلام إسلاما، يعني الاستسلام لله ولرسوله. قال لك الشيخ زير علينا حرم ما تحرم، لاش تحريم راه عندي حاشا لله، والله لو ما يكونش التحريم مبين في القرآن والسنة والله ما نتكلموا به، ولو ما يكونش كذلك الحلال مبين في الكتاب والسنة والله ما نتكلموا به. وإنما يا إخواني الكرام الإنسان تاوعنا اللي ما يبغوش يطيعوا الله ورسوله يحسبوا الإسلام صلي وصوم. فهمنا كيف؟ تحرص على الصلاة تحرص على الصيام، بينما تسيب كما راهم سايبين النساء في كذا يخشفتوهم راهم يوروهم لكم ويهضروا على الإسلام ويهضروا على ربي وهما عرايا والمكياج من فوق لتحت ويقول لك الإسلام يخشفتوهم، بينما هذو واش قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشوفوا النساء تعرفون هام يهضروا على الإسلام وهام لاباس عليهم، وشوف كيفاش راهم لاباس عليهم عرايا وشعرهم مسكم وحالتهم حالة، هذا هو الإسلام. فهمنا؟ بينما شوفوا النساء تاوعنا يسمعوا لسانا ونسمعوا احنا باش نبلغوا لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال على هؤلاء المتبرجات؟ انا قريت لكم في الخطبه وما تنساوا ونزيد نذكر لكم واش قال. قال صنفان من امتي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. فهمنا؟
زوج أصناف من الأمة تاعي ما يدخلوش للجنة وما يشموش ريحتها، يعني يكونون بعيدين عنها. وعد يقول الشيخ الريحة تاعها لقد تبلغ، نقول له ورد في الحديث أنها 50 سنة، وورد أنها 40 سنة، وورد أنها 400 سنة. فمن كيف يعني الريحة تاعها توصل مسافة 400 سنة، ماشي من الحراش ولا من الأربعة، مسافة تاع 400 سنة لا يعلموا يعني هذه المسافة إلى الله تبارك وتعالى، ما يشموش ريحتها. شكون هذا الناس هذو الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الغضب الشديد بحيث أبعدهم من الجنة وأبعدهم حتى على ريح الجنة ما يشموهاش. اسمعوا مليح باش ما يغروش النساء تاعنا يقول لك هذو يهضروا عن الإسلام وهم يهضروا عن الجهاد في العراق وكذا، اما يجوا صعاليق ليس لهم دين وليس لهم ذمه وليس لهم مروءه ويكلخونا للسان يقول لك هم يتكلموا عن الجهاد، ما عندهمش اسلام هذا. سمعتوا واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صنفان من امتي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. زوج من اصناف ما يدخلوش الجنه وما يشموش ريحتها. شكونهم؟ الصنف الاول لا تسمعوا باش ما يغتروش النساء تاعنا يقول لك الشيخ راك تحلل ولا راك تحرم. والله لا احلل ولا احرم الا الحاجه اللي جات من عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ناقل، انا ننقل لكم كلام ربي وكلام الرسول وكلام العلماء فقط. هذا مكان واسطه. المهم واش قال نساء، اسمعوا يا النساء تاعنا يسمعوا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة فلعنوهن فإنهن ملعونات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم وربي لعنهم. النساء هذو اللي راهم كاسيات عاريات، مكسية وعريانة، تشري الطايور بمليون وفي الآخر لما تلبسه يلحق فوق الركبة. هذه كسوة، هذه كسوة يا إخواني الكرام. يقول أنا كسيت ويقول للراجل أنا شريت المرضي كسوة، ويقول شريت البنتي كسوة وشريت لهم للعيد، بينما لما تلبس عريانة. فهمنا كيف؟ هذه ربي سبحانه ما تدخلش الجنة ولا تجد ريحها. كاسيات عاريات مكسية وعريانة مائلات مميلات، تمشي وتتمايل وتميل غيرها، تقولها أنت راكي متأخرة. تجي لهذيك البنت اللي لابسة الحجاب تقول أنت واش شفتي؟ أنت راكي متأخرة، روح يضربك الهواء تشوف أرواحي يلوحي عليك البردوس وذاك وتبعينا وتديها. مائلات مميلات، هي مائلة عن طريق القصد ومائلة عن طريق الحق، وتجيب الأخرى تميلها معها وتديها. رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة. كاينة ولا ما كايناش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت لكم دائما الصحيفة النبوية الحقيقية تتكلم كأنها معنا الآن. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم 15 قرن قال عليها هذه؟ يقال لك يخدموا شعرهم ويكركبوه ويطولوه. كاينه ولا ما كايناش؟ قال ملعونين. وين كركبوه؟ في داري. يكركبوه عند الحلاقه. يا اخواني الكرام انتبهوا باش ما يضيعوا لكم. تقول لك الشيخ راه يحلل ويحرم. انا لا احلل ولا احرم، وانما انا انبهكم حتى لا يجرفكم تيار الفساد وتيار الاعداء الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم. الحلاقه شكون دارها لنا اليهود والنصارى. هل كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمام شكون جابوه الرومان، جابوه اتراك من عند الرومان، وبعدين الاتراك جابوه لنا هنا. والا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش حمام يا اخواني الكرام. فهمنا كيف؟ ندخلوا احنا للحمام وبعدين نخرجوا ويجوا النساء يدخلوا، احنا غدوه ندخلوا هما يشموا ريحتنا واحنا نشموا ريحتهم. بينما العلماء سمعوا مليح، العلماء قال لك الراجل المكان اللي يجلس فيه الراجل ما تجلس فيه المرأة، والمكان اللي تجلس فيه المرأة ما يجلس فيه الراجل. ولكن رانا ضايعين، نحسبوا الاسلام غير الصلاة. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ننبه النساء فاذا اتاهم امر الله وامر رسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. هذا هو المؤمن الحقيقي. اما يبدا يخير في شرائع الله تبارك وتعالى، هذه تعجبني فيعمل بها وهذه لا تعجبني فلا يعمل بها، هذا يا اخواني الكرام لما تروح تشتري السلعه خير. اما في دين الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نختار شيئا. انما قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فهمنا كيف؟ لما جينا الطاعه من عند ربي الامر ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم
نقولوا سمعنا واطعنا. لما تروح تشري خير يا اخي العزيز، ما تديش الراشيه وما تديش اللي ماشي مليحه، بينما الشرع كله مليح. فهمنا كيف؟ ونزيد لكم حاجه اخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقول في الحديث الصحيح، يقول ربي سبحانه خلق الجنه والنار. فهمنا؟ لما خلق الجنه والنار قال الملائكه اذهبوا الى الجنه واذهبوا الى النار. لما ذهبوا الى النار قال ماني خلقت الجنه واني خلقت النار، روحوا شوفوها. راحوا الملائكه شافوها، شافوا الجنه، جاءوا لي قالوا له يا ربي لا يسمع بها احد من خلقك الا دخلها. اللي يسمع بها يدخلها الجنه، هذه مليحه بزاف. قال لهم يلا زيدوا روحوا شوفوا النار. لما ذهبوا الى النار جاءوا لربي سبحانه قالوا له يا رب والله لا يسمع بها احد الا وهرب منها. اللي يسمع منها يهرب النار هذه. اذن واش معناتها؟ اسمعوا مليح، واش معناتها؟ معناتها يعني الناس كامل اللي يسمعوا بالجنه يجوا يدخلوا، كامل يدخلوا، والنار كي يسمعوا منها يهربوا. يعني ربي خلق النار باطل، حتى واحد ما يدخلها يدخل الناس كامل للجنه. فهمنا؟ واش دار لها ربي سبحانه؟ الجنه سمعوا مليح باش تعرفوا باللي رانا نقاوموا، رانا نطبعوا، رانا التيار درجات تاع الشر جاي رانا نطبعوا فيها بنزل الكروحنا باش ندخلوا للجنه. الجنه ما هي سهله ان شاء الله. فهمنا؟ الجنه ناظر الله تبارك وتعالى حفها بالمكاره. الجنه دور عليها المكاره، دور عليها الحاجات اللي تكرهها النفس ما تبغيهاش. والنار دور عليها الشهوات، الحاجات المليحه اللي تبغيها النفس. قال الملائكه ذوك روحوا شوفوا، روحوا ارجعوا. راحوا شافوا الجنه قالوا له يا رب لا يدخلها احد، لا يسمع بها احد، انك حففتها بالمكاره لا يدخلها احد. خلاص راك دورت عليها المكاره، صوم صلي اغسل نوض في البرد جاهد طبع ما اعطي دراهم كثير، هذه كلها الناس ما تبغيهاش. فهمنا كيف؟ النفس كل يوم تبغي تكون سايبه هامله، دير اللي بغيت حر كما رانا نقول انا، ياك اقدر زيد هبل. بينما النار لما دار لها الشهوات شافوها الملائكه قالوا له يا رب، قالوا له يا رب أن الناس إذا سمعوا بها كلهم يدخلونها، لأن كل الحاجات اللي تبغيها النفس راهي موجودة. أسكر أشرب أمشي مع النساء أهمل، المرأة تهمل، الرجل يهمل، روحوا ما كان والو حر، راهم جايين يجروا حتى يطيحوا في جهنم، لأن النفس تبغي اللي ما يربطهاش، كي تبيبها سرح على الخيط وخليها تجري. فهمنا كيف؟ بينما النفس تكره اللي يربطها. فهمنا في هكا ربي سبحانه خلق. بينما أنت أيها المؤمن إذا بغيت الجنة تقاوم. فهمنا كيف؟ تقاوم تيار تاع الفساد راه امامك، وراك تطبع، وراك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانك قابض على الجمر، بحال راك شاد الجمره وقابض عليها وتشوف الناس كلها سايبه هامله وانت عندك المقدره كما هما وراك جالس تقاوم. لذلك يا اخواني الجنه ما هي سهله. فهمنا كيف؟ الجنه هذه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. شكون يديها؟ غير اللي عنده زهر كبير وشجاعه قويه. فهمنا كيف؟ ما هي الجنه راهي سايبه يا اخواني الكرام. بينما النار يجروا كيما الطعم، كيما راكم تشوفوا الزواوش ولا كذا يدروا لهم كذا ياكلوا حتى يطيح في الفخاخ. فهمنا كيف؟ بينما الجنه يا اخواني الكرام فيها المتاعب، فيها المشاق، الطريق تاعها مليان بالمتاعب وبالشوق وبكذا حتى يوصل الانسان. بينما النار مليانه الطريق تاعها بالشهوات والملذات والخمور والنساء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منه بطن، وراه يجري أطلع يجري حتى يطيح في حفرة لا يخرجه منها أحد. فهمنا كيف؟ بينما الجنة يا إخواني الكرام تجري بشوي وتحايد على الشوك منا وتحايد على المصايب منا وتطيح في حفرة وتزيد تخرج وكذا حتى تلحق الواحد جنان واسع والريحة تاعو طيبة، يتلقاوك الملائكة بالسلام ويتلقاوك الملائكة بالروح والريحان وتدخل وترتاح وتدير رجل فوق رجل. يا إخواني الكرام السمع الأمر ما هو سهل. اثبت يا إخواني الكرام، انتبهوا رانا مفرطين بزاف. ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يؤتى بأتعس رجل من المؤمنين. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ وش سمعوا؟ باش تاخذوا الأدلة الصحيحة ديروها في رصانكم. يوم القيامة يجيب ربي سبحانه واحد من المؤمنين حياته كامل تعاسة، كلها مسكين غير في الشقاء، منين ينوض بالمصيبة يطيح فيه الأخرى. فهمنا؟ حياته كلها تعاسة ما شافش الخير كامل. يجيبوه الملائكة
اسمعوا باش تقولوا الانسان راني في مصيبه ولا راني عيان، كل هذه كلها احلام، هذه كلها منامه يا اخواني الكرام. يجيبوه يقول له عمرك شفت الخير في حياتك؟ يقول انا حياتي من اللي يخلق وحلت عيني وانا غير في الشر، ولكن صابر ربي سبحانه ونقاوم وعندي ايمان صحيح ما لم الين في ايماني ابدا. يحكموا الملائكه يغمسوه غمسه في الجنه، فهمتوا؟ يغمسوه غمسه في الجنه ويخرجوه. يقولوا له هل رايت شرا قط في حياتك؟ عمرك شفت الشر؟ في الاول قال ما انا من اللي خلقت وانا في تماره كما تقولوا انتم في التعب. يحكموا الملائكه يغمسوه في الجنه ويخرجوه. يقول له الان عمرك شفت الشر في حياتك؟ يقول لهم انا ابدا وعمري ما شفت الشر، كل يوم في الخير. لماذا؟ لان الغمسه برك ماشي عاش، ماشي راه يعيش، غمسوه برك، غمسوه في الجنه وخرجوه. قالوا من حياتي كلها نعيم، كلها في النعيم ما دام انا غمسوني في الجنه. هذه هي خلاص. يعني كيما انت تتعب لما تلحق وتولي راجل وتشري سياره وتبني، يقول لك يا ودي والله انت تتعب في صغرك. اش ما تتعب هذاك؟ تعب شوف الحمد لله كيفاش، شوف الخيرات اللي راني فيها. هذه كلها ضحكه ولا بد الانسان يتعب، هذه في الدنيا، فهمنا كيف؟ وبعدين يزيدوا يجيبوا واحد اللي كيما يقولوا العاميه كي زاد وكلوه بالمغرفه تاع الذهب، كما الكفار الكبار اللي ما يعرفوش ربي سبحانه، فهمنا كيف؟ هؤلاء حياتهم كامل في الفسوق والفجور والنعيم والطرف والخمر والنساء والفساد على اوجه، ما كاش لا هذه يديرها ولا ما ديرهاش، كل شيء يديروا، كل شيء علاه. اذا كيفاش كما تقولوا انتم عاش مخبزها، كل شيء عنده، ما حتى المرض ما يجيش، عمره طبيب ما شاف ولا دار له بكوره، فهمنا كيف؟ هذا كما تقولوا انتم مخبزها، عنده كلش ما يخصه ولا شيء، عايش في الحرم 100% بدون قيود، راح جهنم يوم القيامة. لما يجيبوه الملائكة هذا أترف رجل من الكفار، قلنا الأول أتعس رجل من المؤمنين، ويجيبوا الآن أغنى رجل من الكفار اللي عاش غير في الغنى وفي الرفاهية، ما شافش لا مرض ولا تعب. يغمسوه غمسة في جهنم ويجيبوه. في الأول يقولوا له قبل ما يغمسوه يقولوا له هل رأيت شرا قط؟ عمرك شفت الشر ولا تعرف تمارة ولا تعرف العذاب؟ يقول لهم أبدا، من اللي زدت وأنا في الخير، نحفس الذهب وناكل بالذهب ونلعب بالذهب، فهمنا كيف؟ يدوه يمسكوه يغمسوه في جهنم غمسة، ماشي يدخلوه كامل، يغمسوه ويخرجوه. يقول له عمرك شفت الخير؟ يقول له ما رأيت خيرا قط، عمري ما شفت الخير من اللي خلقت وانا في تمارة. يا اخي الان كنت في الخير. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان غمسة جهنم انسته الخير الذي عاش فيه طول حياته. لذلك ربي سبحانه لو كان هكذاك يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعذب، يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على كرشه الشريفة، يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل المطر تدخل له من داره متقوبة داره. لو كان القضية قضية على أنها الإنسان اللي راه ياكل مليح هو اللي مؤمن وهو اللي فايز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد يعيش كما هو، يعيش على الذهب ويعيش على كل شيء. تخلي سيدنا عمر ناض ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ناض ليه لما ناض الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه الشريف كله حمر من الحصيرة اللي نايم عليها، نايم على الحصيرة يا إخواني الكرام. لما ناض شافوا سيدنا عمر بدا يبكي، قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الديباج وعلى الحرير وعلى السندس وعلى أنواع من العرائق، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. وشنو هذه الدنيا؟ وشنو هذه الدنيا هذه؟ الكفار يناموا على الديباج وعلى الحرير وعلى السندس، وأنت تنام على حصيرة جنبك راه أحمر. واش نقولوا حنا؟ يقولوا هي الله غالب، واش نديروا؟ هكذا نديروا حنايا. بينما هو ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار. يقول له أو في شك منها أنت يا عمر؟ راك شك بأن ربي يعطينا الجنة ويعطي لهم النار؟ نحن يقول له يا عمر هؤلاء عجل لهم نعيمهم يا عمر، هذا ربي راه عطى لهم النعيم تاعو كلاو في الدنيا، هذه الكفار هذا وإحنا رانا رايحين، فهمنا كيف؟ وابن مسعود جاله مرة واحدة أخرى ولقاه في نفس الصفة، قالوا يا رسول الله هذه الصيرة هذه راهي حرشة بزاف، هل اتخذنا لك وطاعا تتقي خشونة هذا الحصير؟ قالوا نجيبوا لك واحد اللي زار تديروا فوق الحصيرة هذه باش على الأقل الجنب تاعك يريح، فهمنا كيف؟
واش قالوا؟ قالوا ايه عندك الحق، جيب لي قرضة قطيفة. واش قالوا؟ قالوا مالي وللدنيا. هذا سيدنا هذا قالوا مالي وللدنيا، انما انا كرجل استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. قالوا انا واش نحوس على الدنيا؟ انا جيت للدنيا. قالوا انا كيما راجل راه يمشي يلقى الظل تاع شجره نزل عندها وبعدين راح كمل طريقه، انا ما لي علاقه بها، انا جبت لكم رساله حطيتها لكم وراني رايح. ولكن في الاخره شكون عنده المرتبه تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا احد، ولا احد. المرتبه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الاعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد، ولا أحد. المرتبة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. يعني عرش ربي فوق والسقف تاع الدار تاع الرسول تاع الجنة تاع الرسول شكون يديها؟ يعني من ربي؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ باش اداها؟ لان عفس هذا النفس العماره بالسوء، عفسها في الدنيا، عفسها ربي سبحانه وكرمه. ولذلك الصحابه كانوا نفس الشيء يمشوا معاه. فهمنا كيف؟ لما جات الخيرات من عند الفرس وفتحوا المسلمون فتحوا الفرس وجابوا الخيرات والارزاق التي لا يعلمها الا الله، وجابوا سيدنا عمر جابوا له البساط تاع كسرى كان يسمى بساط الربيع. هذا بساط الربيع كسرى هذا عدو الله اللي كان يحكم في الفرس 6000 سنه هو يحكم. لما المسلمون غلبوا هؤلاء الطواغيت وجابوا الارزاق تاعهم كما شاء الله احنا باذن الله لما نرجعوا مؤمنين اتقياء انقياء نغلبوا كل الكفار ولو اجتمع كيدهم واجتمع شملهم ما خافوا الى الله. إذا لما جابوا البساط هذا الطول نتاعو 60 متر والعرض نتاعو نفس الشيء، جابوه محمل حوالي على 12 بعير. هذا البساط هذا يا إخواني الكرام معليش نقول لكم عليه، الشيء اللي رخيص لداخله لما يكسروا الإنسان يبدأ يغزر فيه، الشيء اللي رخيص لداخله هو الحرير خالص، هذا هو اللي رخيص. أما الباقي فيه الحرير، الذهب، الفضة، المرجان، اللؤلؤ، الزبرجد، شيء ما يصوروش العقل. سماه بساط الربيع. يعني كي يجي الشتاء ويروح الربيع كيفاش يديروه هما؟ دايرينه في واحد البهو كبير كما تقولوا انتم صالو كبير ويكسلوه وفيه عباره عن حدائق وعباره عن جنات وعباره عن اشجار يجلسوا فوقه ويشربوا فوقه الشراب. فهمنا كيف؟ ويلهاو فوقه كأن الربيع راهم جالسين فوقه لنجاة الشتاء. فهمنا كيف؟ كي يجي الشتاء عندهم الربيع داخل ديارهم. فهمنا؟ والمسلمون غلبوهم. باش غلبوهم بالصواريخ والدبابات والطائرات والمظلات والله ما هي بهذه. غلبوهم بالتقوى، غلبوهم بالقلوب التي كانت أشد عزيمة من الجبال. الجبال يا إخواني الكرام تخور وتزول، وعزائم الصحابة رضي الله عنهم لم تهزم يا إخواني الكرام. لذلك سيدنا عمر لما أرسل الخطاب لكسرى عدو الله كسرى يزدجر لما أرسل له الخطاب باش يبدأ معه المعركة قال له أما بعد قال له فإن أسلمت فإني أتركك. اسمعوا مليح، اسمعوا الناس الأولين اللي كان عندهم العزيمة مع الله. قال له أما بعد راني رسلت لك الجنود ورسلت لك الخطاب، فإن أسلمت فإني أتركك وبلادك على أن أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا بغيت تسلم مرحبا، تسلم نخليك مع بلادك ونخليك مع غاشيك، ولكن تحكمهم بالكتاب والسنة، ما تحكمهمش بالقانون نتاعك الياسق تاع الكفره اللي راك تخدم به، لا، ولا تديهم يعبدوا النار كما راك تعبد، لا. قالوا لذلك باش تشوفوا الاسلام ما جاش يدي التراب كما يقولوا الكفار جاي يهجم على التراب. لو كان هكذا يقولوا تسلم ولا ما تسلمش ندير لك واحد يحكمك ونحي له كلش. قالوا لا، تسلم خليك على عرشك تخدم، بينما أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله، نعطيك الكتاب ونعطيك السنة تخدم بها. طيب
قال له وإن أبيت وإلا ما بغيت. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا بالأخص الشباب الذين راهم يقولون الجهاد وهم تاركين الصلاة وجالسين حتى العصر بينهم يصلي الفجر في الجهاد. جاهدوا في النفسية الأولى. فهمنا كيف؟ قال له إذا ما بغيت وإن أبيت فإني قد أتيتك برجال. اسمعوا مليح. فإني قد أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر والنساء. قال لهم ما بعد إذا ما بغيت راني رسلت لك واحد الرجال يبغوا الموت ويتسابقون إليها كما تبغون أنتم يا أيها الفرس أيها الروم تبغوا النساء وتبغوا الخمر. أنا رسلت لك رجال ما يبغوا لا نساء ولا خمر، وإنما يحبون الموت ويتسابقون إليه لأنهم يرون أن وراء الموت الجنة. يا إخواني الكرام، هذا الناس هم اللي جابوا هذا الرزق هذا وجابوه لسيدنا عمر. لما جابوه لسيدنا عمر بدأ يشوف الخيرات، جابوا له قدور راسيات من نحاس مليانة ذهب ومختومة بالرصاص، جابوها دور وما داواش وحطوه أمام أمير المؤمنين وبدأ ينظر، بدأ يبكي في هذاك الرزق. وقالوا له يا أمير المؤمنين هذا يوم بكاء ولا يوم فرح؟ يشكر لله تبارك وتعالى سجود الشكر. فمن كيف؟ ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي نصرهم. ما كانت عندهم لا تحيا ولا هكذا ولا الله أكبر بلا حتى شيء. هو ناجس ما يصليش يقول الله أكبر. حتى أبي بن سلول كان يقول الله أكبر، رئيس المنافقين كل واحد كان يقول الله أكبر. الله أكبر عندها مضمونها يا إخواني الكرام. لما ابدأ يشوف في الخيرات هذيك اللي جابوها، ابدأ يبحث بيده الشريفة حتى خرج الجبة تاع كسرى، العباية اللي كان يلبسها ويجلس على العرش تاعه مرصعة بالذهب والمرجان والفضة وغيرها. امسكها هكذا رفدها ودار لها عمود منه وعمود منه وشكها في الارض. قال انظروا الى كسرى فقد اذله الله تبارك وتعالى وترك ثيابه. او عبايته خلها ما استطاعش يلبسها، هرب بلا عبايه. فهمنا كيف؟ باش يا اخواني الكرام، هل بالدبابات ولا بالطائرات؟ والله بعزيمة الرجال المؤمنة التي كانت لا تخور. والله لو ان الان امريكا وروسيا كلهم اعطوا للمسلمين سلاح وقالوا ماكو سلاح احدث انواع السلاح، يلا جاهدوا اليهود جاهدونا والله لا ننتصر عليهم. لماذا؟ لان القلوب فارغه بعيده عن الايمان. ذيك النهار كنا نصلوا 3 صفوف في صلاه الفجر والعار نصلوا نص صف. علاش؟ تبدلت الحاله يا اخي. المفروض الحال يولي الصفوف مكتظه يا اخواني الكرام. وين راحوا الناس؟ راحوا يسهروا مع التلفاز وناموا عن صلاه الفجر. يا اخواني الكرام صلاه الفجر اعظم من الجهاد، والصلاه جميعها أعظم من الجهاد. فمن أراد أن يجاهد فليجاهد نفسه هي الأولى. انتبهوا يا إخواني الكرام، رانا ضايعين. لما جابوا له البساط هذاك الكبير وحلوه ووسعوه هكذا بدا يخزر فيه، ما قال لهمش هذا نديه هنا. فهمنا؟ قالوا ذا كيف نديروا له؟ الصحابة رضي الله عنهم يقطعوه يخسر، يعطوه الواحد يكون يديه هذا الخير كله. انتق واحد قال له يا امير المؤمنين هذا البساط كبير وفيه خير كبير ورانا اسمح لك تديه انت. اديه. واش قال له؟ قال له جزاك الله خير. قال له والله ما نصحتني، والله ما نصحتني، انا ندي هذا، ندي تاع الظلمه اللي كانوا يجلسوا فوق ويشربوا فوق ويشرب. قال له بل يقسم. فمنا كيف؟ هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عف الدنيا هذه. الصحابة نتاعو عفوا والأتباع عفوا والتابعين الأتباع عفوا، ولكن لما وصلت إلينا تكالبنا على الدنيا وتركنا الله تبارك وتعالى وتركنا الرسول وتركنا القرآن. لذلك هم لما تركوا الدنيا واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى مكنهم في الدنيا وخلدهم في الآخرة. صح ولا ما هو صح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلدهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وخلدهم في الآخرة، بينما نحن لما مسكنا الدنيا لا جلسنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة عندنا شيء إلا ما رحم ربي. لذلك يا إخواني الكرام
الرجعة إلى الله تبارك وتعالى، والله ورسوله أعلم. هذه كلها لا جبتها أنا يا إخواني الكرام للناس اللي راح يقول لك الشيخ راح ضيق علينا وراح يحلل وحرم. والله أنا لا أحلل استغفر الله شيئا ولا أحرمه إلا بدليل، وإذا لم يكن هناك دليل بين أقول الله ورسوله أعلم وأسكت، ولا يضرني ذلك شيئا أبدا. يقول هذا المرأة جزاه الله خير، يقول لك لقد ورد في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم لعن النامصة والمتنمصة، فهل يجوز للمرأة ذات حاجبين عريضين؟ المهم المرأة هذه قرأت جزاها الله خير حديث وبغت تطبقه جزاها الله خير. الحديث هو يا إخواني الكرام رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا حديث متفق عليه أو هو في أحد الصحيحين، حديث صحيح. فهمنا كيف؟ هذا الحديث هذا نرجع له لأن هذا خاص بالنساء، والنساء تاعنا راهم ضايعين لأن يحسبوا الإسلام هو الصلاة والصيام بارك حاجة أخرى حرات كما راهم يبانوا الآخرين كل شيء كيف كيف. يقول الحديث هذا لعن الله، يعني شكون يلعن؟ ربي سبحانه، واللعنة من الله باش تعرفوا. يقول لكم ملعون واش كاين نظلوا نلعنوا في بعضنا بعض خير ما فيها بس. فهمنا؟ اللعنة وشنا؟ اللعنة من الله تبارك وتعالى هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والشيطان واش به؟ نقول عنه أنه ملعون لأنه ألعن وأطرد من الجنة، ونقول عنه أنه رجيم يعني مرجوم رجيم لعنه ربي ونقول رجم ربي، والمرأة هذه لعنها ربي. إذن كيف هي كيشي لنا خدمة الشيطان. والآن الحديث هذا وشنو؟ لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصات وشنو يا إخواني الكرام؟ تبعوني مليح. يعني المرأة اللي تحكم هذا الحاجب نتاعها تنحيه كامل وتدير تصدر. وقال لك هذه يا أخي جديدة، الصحابيات بكري ما كانوش يديروا في الجاهلية، هذه جابوها لنا غرب أوروبا جابتها من بكري يا إخواني الكرام. بالك كل حاجة راهي موجودة، كل شيء موجود، وإنما كان بعض الأشياء خاصة بالعرب، كانت بعض الأشياء خاصة بالرومان، ومن لما اختلطت العرب بالرومان نقلوا من هذه ونقلوا من هذه. لذلك جاء الحديث باش يبين لك المسلمين ويبين لك النصارى. فهمنا كيف؟ إذن المرأة هذه اللي تحكم الحاجب نتاعها دير له زوج حوايج، إما ترقه وتخليه على شعره، وإما تنحيه كامل تقول ربي ما نحتاج حاجبك ودير كري وجابته من فرنسا. فهمنا؟ هذه هي النامصة دارته في نفسها، والمتنمصة هي اللي تخدم لها. زوج نساء، النامصة والمتنمصة اللي تخدم لها واللي مخدوم فيها، يعني في زوج، وإذا خدمت هي روحها ملعونة هي وحدها. فهمنا؟ النامصة وشنا والمتنمصة اللي ربي خلق لها حجاب وقال لها أنا صورتك صوركم فأحسن صوركم. ربي سبحانه صورنا وقال حتى واحد ما يستطيع يصوركم كيما انايا. وفعلا لما الإنسان يخزن روحه في المراية يقول روحه مخدوم مليح، ما يقولكش لو كان ربي دار لي عيني هنا ولا وذني منا كنت نطلع مليح. خدمنا خدمة ما يعلم بها إلا الله. لما هذيك المرة تقول ربي ما نحتاج الحجاب تاعك هذا عريض ولا ماشي مليح تنحيه ودير الخريو. أفهمنا كيف؟ هذه ملعونة، والمرأة اللي تخدم لها ثاني ملعونة. إذن هذه النامصة والمتنمصة مشتق الكلام من النمص وهو نتف الحواجب. زين والواصلة والمستوصلة باش هذه أشياء خاصة بنسى ونسران في يدينا باش ما ندوهمش ونجيبوهم للحفافة تلعب بهم وهما ملعونات ونحن ملعونين والحفافة ملعونة. كل اللي طبع الحاجة راه ينالها لأن الضرائع لها حكم الغايات. الطريق اللي تدي للشر الطريق نفسها شر، والطريق اللي تدي للخير الطريق نفسها خير. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الضرائع لها حكم الغايات وهكذا. واشنا الواصلة والمستوصلة؟
هذيك المرأة اللي عندها شعرها طايح متساقط، فهمنا كيف؟ يعني عندها رقع في راسها، يقول لها نسلا عليك فلانة عندها شعرها طويل، نروح نقصوا لها منها خصلة كبيرة ونسقموها ونرفوها ونديروها لك فوق راسك كي المظلة، تعشي منورة ويجي الراجل هذاك ما يفيقلكش يتزوج بيك، فهمنا؟ وهكذا كيما تقولوا انتم باللغة الفرنسية ولا العربية العامية تقولوا الباروكة ولا الباروكة ولا مانيش عارف، لا يجعل فيها بركة ان شاء الله، فهمنا كيف؟ هذيك هي تشروها بالملايين وتحطها كي المظلة فوق راسها وتبان في العرس كأنها نجمة، ولما تروح للدار تلوح المظلة تبان كأنها شادي، فهمنا؟ وهكذا يا إخواني الكرام ربي سبحانه خلق لها شعر، قالت له ربي ما نحتاج شعرك، الروس راهم داروا لي شعر، الامريكان داروا لي شعر، نروح نشريه ونجي، وتروح لفرنسا تشريه وتجيب للامريكان ولا تروح لاي دوله تشريه وتديره فوق راسها، فهمنا كيف؟ هذه ملعونه نفس الشيء، الواصله والمستوصله، اللي واصلت لنفسها وشراته، ولا الاخرى اللي جت ظفرت لها ودارت لها فوق راسها. بعض العلماء قالوا لا، هذه ملعونه اذا كانت فيها غرر بالرجل، راح يتزوج بها راجل، فهمنا؟ راح يتزوج بها راجل وكل ختله ودارت مظله فوق راسها، اما اذا كانت عندها راجل ودارت مظله فوق راسها باش تزين روحها للراجل ما فيها باس. لا يا اخواني الكرام، الحاجات اذا جات من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجي حتى واحد من العلماء يخصصها، حرام الرسول قال ملعونه ملعونه، الشعر هذا ربي سبحانه خلقنا اذا كان مليح ربي سبحانه راه يشوفها، هل شكرت ربي على شعرها اللي مليح؟ ما كانش مليح هل ربي سبحانه يشوفها اذا صبرت على الشعر اللي ما عندها، كيما واحد اعمى واحد اعور واحد اعرج يشوفوا ربي سبحانه هل صبر على العمى تاعو، هل صبر على العرج تاعو، فهمنا كيف؟ وهكذا. ولا كفر بربي قالوا لا خلقتني اعور ولا لا خلقتني اعرج، ربي سبحانه يوم القيامه يقول لنا ابتليتك ولكن ما صبرت، فهمنا كيف؟ لذلك ثبت في الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى اذا قضب كريمتي العبد وصبر فليس له جزاء الا عند الله الا الجنه. قالوا له يا رسول الله ما كريمه العبد؟ قال عينيه، اسمعوا مليح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه الى قبض الكريمتين تاع العبد عيونه في زوج، الى قبضهم له وصبر، قال يا ربي نحمدك ونشكرك، كنت ما نشوفش الان، كنت نشوف الان مانيش نشوف، يا ربي انت اللي تعطي البصر انت اللي تعطي العمى، راني حمدت وشكرت وراني صابر. يوم القيامه ما عنده حتى جزاء الا الجنه على زوج عينيه اللي صبرهم. كذلك المبتلى يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى اجره، بالك هذا المرض توليت في شعرها انه شعرها يتساقط، بالك انها فرطاسه، فهمنا كيف؟ تصبر ربي سبحانه اجرها الله تبارك وتعالى حق اللي صبرت. اما اذا ضجرت وما بغات شيء وبدات تحوس على الشعر منا ومن هناك، هذه راه يدخل ربي سبحانه ما خلقنيش مليح وانا نخلق روحي مليح، فهمنا؟ زيد الصفة الثالثة والواشمات والمستوشمات، المرأة اللي توشم والمرأة اللي توشم لها تدير لها هلال ولا تدير لها صليب، والمصيبة الكبرى يديروا الصليب في جبهتهم. لا كروة تاع النصارى التي يعبدها النصارى تديرها هي في جبهتها وبعدين تصلي ربي بها، ماشي بلوى كبيرة هذه، فهمنا كيف؟ إذا كانت هذه المرأة ملعونة يا إخواني الكرام، بالأخص إذا كانت دائرتها وهي تعقل وهي كبيرة فاهمة، فهمنا كيف؟ أما إذا كانت صغيرة طفلة لا ليست براشدة وأهلها هم الذين وشموا لها، فأهلها يشملهم اللعن ويشملهم الطرد من رحمة الله، بينما هي لا إثم عليها لأنها صغيرة وما كانتش تعرف، فهمنا؟ ولذلك الآن الحمد لله جاءوا أطباء، بالأخص طبيب يعني مشهور في البليدة ينحي الوشام، قرأ في أوروبا وعنده آلات وعنده وسائل، وراحوا ليه ناس يدير لهم عملية تاع الزينة مليحة، وبعدين يغسل لهم هذاك الشيب واحد الدواء ويولي اللحم ابيض كما كان، فهمنا كيف؟ فما به للانسان اذا عرف انه وشموله اهله وتاب لله تبارك وتعالى ما فيها باس، وكان ميسور من ناحيه الفلوس يروح ينحي الوشم هذا باش يلحق الرب سبحانه يوم القيامه ووجهه ويديه طاهرين. واحد يقول لك على يا اخي لما نموت نروح ودود وخلاص يبدل لنا ربي جلد واحد اخر، هكذا تقولوا ياك؟ نقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ اسمعوا مليح، يبعث المرء على ما مات عليه. وشنو الكلام هذا؟ ربي سبحانه يوم القيامة يبعثنا كما متنا، اللي مشم يتبع ثم مشم، واللي كان شاد القارو يتبع شاد القارو، قال لك القارو الشيخ في القبر ما يرشاش، هكذا تقولوا ياك؟
يرشى، ولكن الهيئة اللي يموت عليها يبعث عليها. هذاك يتبعث السكران يتبع السكران، ما السكران يتبع السكران. واحد يقول لك راك جبتها من عندك، والله ما جبتها من عندي، ونعطيكم حديث صحيح غير الحديث الاول اللي قال يبعث المرء على ما مات عليه. اللي تموت عليها تتبعث عليها. تموت تضرب في الموسيقى وتسمع الغنى، يوم القيامة تنوض تغني. فهمنا كيف؟ الناس خايفة وانت تغني، تتكيف تشرب الشراب اللي كاينه كيما كنت كيما تتبعت. هذا رسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك زيد لنا الشيخ داني الواحد اخر نزيدوا له كاين الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الحجة الكبرى التي حضرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوالي 120,000 صحابي. الحجة اللي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم هي حجة واحدة تسمى حجة الوداع. واحد من الصحابة، وثبت الحديث في صحيح البخاري، حديث صحيح وكل العلماء جابوا الحديثات. واحد من الصحابة على الناقة تاعو، راكم تعرفوا الحجاج لابس الإحرام اللي زار من الفوق واللي زار من تحت، هذا ما عندهم، متجردين لله تبارك وتعالى ليلبون التلبية الشرعية. الناقة نتاعو هجت به، طاح على راسه فوقصته ناقته فمات. فهمنا؟ الناقة تاعو جرات، طاح على راسه مات رضي الله عنه. يجي نبي الرحمة واش يقول لهم؟ يقول لهم غسلوه وكفنوه وجنبوه الطيبة ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهمكم فيها؟ قال لهم غسلوا خوكم ذا اللي مات، غسلوه وكفنوه وما تغطولوش راسه، لأن المحرم ما يغطيش راسه، معليش يدير مطلة هكذا بعيدة على راسه، بينما باش يدير فوق راسه لا غير اللي مريض من راسه يخاف السبش، هذيك حاجة أخرى. قال لهم كفنوه، غسلوه وكفنوه وما تديرولوش الطيب، ما تديرولوش الريحة، لأن المحرم لا يتناول طيبا، وما تغطولوش راسه، خلوه في القبر على راسه عريان. فهمنا كيف؟ علاش؟ لأن المحرم لأن راه مازال محرم باللباس تاعو. فهمنا كيف؟ خلوه باللباس تاعو، غسلوه خلوه باللباس تاعو، ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيبة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واحد يقول عليها الشيخ لأن الهيئة التي مات عليها يبعث عليها. ما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم القيامة الناس خايفة وتبكي، هو يمشي آمن مطمئن ويلبي، والآخر مليه يضرب في السنيترة، والآخر يشرب مشرب، والآخر ناصب القار، وكل واحد واش داير. يبعث المرء على ما مات عليه. فهمنا كيف؟ والآخر مشم يتبعث مشم ونفس الشيء. فهمنا؟ اللي بغى يجرد نفسه من هذه الاشياء هذه الحمد لله كاين اطباء الحمد لله يخافون الله تبارك وتعالى وينظفوه من هذه المصائب. زيد الواشمه والمستوشمه، زيد واش كاين باش يشوفوا النساء تاعو على يحسبوا غادين غير في الصلاه. والواشرات والمستوشرات المتفلجات للحسن. فهمنا؟ وش معنى الكلام هذا؟ معناه يا إخواني الكرام ربي سبحانه خلقنا أسناننا قراب لبعضهم بعض. تجي مرة تقول له لا يا ربي ماشي ملاح هكذا، تروح لأوروبا وتروح لعند طبيب الأسنان تقول له يلا أبردهم ودير فيهم الفلة في الوسط. المتفلجات أو الواشرات. فهمنا كيف؟ تدير الفلجة في الوسط، فلجة منه وفلجة منيه وكذا، وتوسع فمها وتسقمه على أنها هكذاك ربي خلقها، بينما هي الطبة اللي داروها لها. بينما تشوفوا يا إخواني الكرام نهاية الحديث هذو 4 نساء ملعونات اللي هما النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والواشرات والمستوشرات. علاش؟ نهاية الحديث هو الذي يعلل مشيئنا. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث؟ اسمعوا مليح، المغيرات خلق الله. علاش ملعونات؟ لأنهم غيروا خلقة ربي. قالوا له يا ربي ما تعرفش تخلق،
استغفر الله يا ربي، وراحوا للأطباء وراحوا لغيرهم وسقموا لهم أمورهم. فهمنا كيف؟ هذه هي يا إخواني الكرام، لأن الحديث هو الذي يعلل. فقال المغيرات خلق الله، أمر هذه تغير خلق ربي، ما تبغيش ربي كما خلقها تروح هي تدير خلق لنفسها. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالنساء راهم في عصمتهن. النساء هذو ما جوش في المريخ، راهم ساكنين معنا في ديارنا، والإنسان إذا استطاع يحكم يحكم. فهمنا كيف؟ يلحق الوقت اللي الأمور تنفلت ولا يستطيع أن يمسكها. والله يا إخواني الكرام ما دام رانا نتكلموا على الأشياء هذه، جاني ذاك اليوم واحد يا إخواني الكرام والله يبكي وقال لي يا شيخ راني في مصيبة كبيرة، قول لي كيفاش ندير. فهمنا 3 أيام برك. قلت له خير إن شاء الله. قال لي عندي 2 بنات كبار 24 سنة في عمارهم وكبروا. قال لي ولاو ينطحوا يماهم ويسبوها بربي ويضربوها، وكي نخرج انا للخدمه يخرجوا يهملوا. كيفاش ندير درك البنات هذو؟ نحاوزهم يروحوا يهملوا عليا ولا نقتل ولا كيفاش ندير؟ لذلك اللي راهي بنته صغيره في يده يقبض، ماشي يقبض القبضه تاع الجاهليه، يقبض قبضه الاسلام. يا ربي يقول يا بنتي هاو ربك هاو دينك هاو اسلامك، هاي الجنه هاي النار، بيت ما راهي صغيره. قلت له اسمع نقول لك حاجه وجاوبني. قلت له العاميه احنا واش نقولوا بالعاميه؟ تسمعوا مليح. قلت له جحا، انتم ما تقولوا جحا، هو ماشي جايح فاهم، ضرب وليده قبل ما يكسر القله. فهمنا كيف؟ شافوا رفد القله ضربوا، قالوا يا بابا علاه؟ قال له خفتك تكسرها. قالوا يا اخي انا ما كسرتهاش. قالوا كي تكسرها ليه؟ ما نضربكش. قلت له انت يا وين كنت بكري حتى لحق 24 سنه؟ كنت تديها تخيط وتديها تجيب وتديها كذا. قال لي صحيح. قلت له امال الان اجني، امال الفاكهه تاعك طابت الان كول واسكت. فهمنا كيف؟ لما كانت البنت هذه غضه طريه في يدك، لما تشوفك تسجد تقول لها يا بنتي روحي تسجدي، وتحكمها يما تقول لها يا بنتي روحي تصلي مع يماك، يا بنتي هاو ربي، يا بنتي هاو الرسول، هاو القران، يا بنتي خليك من التلفزيون، خليك من الفاجرات المصريات اللي خلطوا لنا ديننا. مصر اكبر دوله في الفساد، بدليل خلينا نطولوا معاكم حتى للفجر، بدليل انها الان امريكا واليابان فتحت يا اخواني الكرام العام الماضي في اكتوبر فتحت اكبر اوبرا في العالم. فهمتوا كيف؟ فتحت اكبر اوبرا في العالم في مصر. اليابان بنتها وامريكا جهزتها. فهمنا كيف؟ وكنت اقرا في الجرائد، سمعت وزير الاعلام المصري تكلموا معه، قال لهم مصر تنتظر اكبر حدث في العالم. وشنو اكبر حدث في العالم في مصر؟ هل هي مصانع نتاع الطائرات او مصانع نتاع الدبابات او مصانع نتاع الصواريخ العابره؟ هي يا اخواني الكرام اوبرا. تعرفوا شنو الاوبرا هذه؟ يعني بيت كبير للفساد، بيت للفتور، بيت للزندقه يا اخواني الكرام، ولمحاربه الله ورسوله. لذلك في باريس في امريكا الجاليه المسلمه العربية تسهر بالأفلام المصرية. الأفلام المصرية راحت، والآن مصر تتاجر في المخدرات كما تتاجر في الأفلام. لذلك انتبهوا ولا تفتحوا هذا التلفاز تاع الشر اللي هو بيت الشر. لما تولي عندنا تجلس في بيتك ويرسلوا لك الأفلام الإسلامية ويرسلوا لك العلماء وتشوف بعينك، تصبح عندك مدرسة في بيتك يا إخواني الكرام، مدرسة إسلامية تتثقف بها ثقافة إسلامية في بيتك. أما الآن عندنا الثقافة الفاجرة الماجنة التي تضاد الله ورسوله. لذلك هذا الرجل قلت له وين كنت يا أخي العزيز قبل ما يلحقوا بناتك 24؟ قال لي صحيح كنت ضايع، كنا نجلس كنا في التلفزيون ونشوفوا في بعضنا بعض ونشوفوا في كذا. قلت له أما الفاكهة تاعك طابت، أجني الآن وكول. فهمنا كيف؟ أجني وكول ولا تلومن إلا نفسك. راح انطلق. هذا هو الحل. واش تدير له؟ ادخل له اقتلهم، ادخل له ارميهم، خلي نرميهم. قلت له ما ترميش، اغلق الباب عليهم يا لو كان يجوعوا حتى يتوبوا لله، توبهم. اما ترميهم يا اخواني الكرام هذو مش رجال، هذو نساء، يروحوا يجيبوا العار ويرجعوا للدار. بينما ولد يبات تحت القنطره، يبات في الازقه ما يهمش. قال راجل، قالوا وليده ما بقاش يطيح، حاوزوا
أما تحوز بنتك يا أخي العزيز حرام. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، ما دامت العصمة في أيديكم وما دامت بناتكم صغيرات في أيديكم، الحذر الحذر والتعليم الإسلامي يا إخواني الكرام، فهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة في الدنيا وفي الآخرة. البنت المؤمنة كي تربيها يا إخواني الكرام، البنت المؤمنة كي تربيها التربية الإسلامية، يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توصلها لدار زوجها تدير لك حجاب من النار. وين تلقاها انت هذه؟ وين تلقاها؟ والله لو تدفع مالك كله ما تلقاها. من كانت له بنت أو أخت فرباها وغذاها وأحسن تأديبها ثم زوجها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. وين تلقاها؟ لو تعطي دراهم كلهم ما تلقاها. عندك بنت يوم القيامة تنجيك من جهنم، تروح تفلتها تخليها مع التلفزيون لحتى تلحق 24 غلبت يماها. وين كنت قبل ما تغلب يماها؟ وين كانت انت وين كنت يماها؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، نسأل الله تبارك وتعالى لنا الفوز والنجاح، وأن يهدينا جميعا، وأن يهدي نساءنا وشبابنا، وأن يهدي بناتنا، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.